ليه من بين كل الحاجات اللي باخدها وانا نازله الكتاب ده بالذات بقى ملازمني ومش بعرف اسيبه؟ ده عشان اكتشفت حاجة غيرت تفكيري كله. احنا اتعودنا نحفظ كلمات ونذاكر جرامر وبنفتكر ان كده خلاص بنتعلم، بس اول ما نيجي نتكلم عقلنا بيقف ولا كلمة بتطلع، عشان العقل عمره ما بيستخدم كلمات لوحدها، العقل بيشتغل بالجملة كاملة، ودي بقى بتسمى التشانكينج. وتعالى بقى اما اقول لك ليه شانكس هي الحل. ما تتعلم جمل جاهزه في موقف حقيقي، جمله كده بتتقال في الشغل، في الكافيه، في مطعم، او حتى في السفر. المخ بيربط الجمله بالكلام فالموقف بيثبت، وده بالظبط اللي بيحصل مع الطفل الامريكي. بيسمع جمله بيحفظها بيكررها من غير ما يفكر. عشان كده اهم 5000 جمله عوضتني اني بقيت بتعلم ازاي استعمل واوظف الانجليزي. مش انجليزي اكتبه في جمل وانساه، الكتاب فيه الجمل متقسمه حسب المواقف اللي بنمر بيها فعلا، اكل بقى، سفر، شغل، فنادق، حتى المواقف اليوميه. يعني مهما اتحطيت في موقف تلاقي جمله في دماغك جاهزه ترد بيها على طول. مش بس كده، ده معاك كتيبات بتظبط لك دماغك. كتيب يخليك ما تنساش اللي ذاكرته، كتيب يخليك تتعلم زي ما بتتكلم عربي، كتيبات كتيره تانية بتديك الخلاصه من غير لف ودوران كتير. في بقى كتيب الخريطه بيقول لك كل يوم تعمل ايه بالظبط. اسمع، كرر، طبق، وده من غير حيره، ده من غير ما تسيب وتقطع، وبعد حوالي 3 شهور تحس ان لسانك اتفك فعلا. ده غير بقى ان في كورسات مسجله باكسنت امريكي، محادثات ونطق. كمان هتتعلم ازاي تتدرب مع الاي اي كانك بتتكلم مع شخص حقيقي. احفظ الجمل ومارسها في حياتك وابدأ شوف الفرق من اول اسبوع. المجموعة هتلاقوها في اللينك تحت الفيديو.